انتوا عارفين لو جبنا اناناسة او كانتالوب ونبدأ نشيل الجزء اللي فوق ده كده زي ما احنا شايفين، ونجيب معلقة ونفضي بالمعلقة القلب هيطلع معانا بكل سهولة. وبعد كده بنفس المعلقة هنبدأ نشيل الحروف بتاعتها، نفصلها عن قلبها كده زي ما احنا شايفين. يعني نفضي القلب جواها كده ونبدأ نقطعه بالمعلقة بسيط جدا. في الوقت ده ممكن ناخده على الخلاط بميتها كده، عايزين المية دي محدش يرميها، اي بذرة نشيلها. ممكن ناخده على الخلاط نضربه في الخلاط، وممكن ان احنا نضربه بالهاند بلندر في نفس الاناناسة كده من غير ما نشيلها ولا اي حاجة كده لحد ما تتهرس معانا. وبعدين نحط عليها بقى معلقة او معلقتين من الكريم شانتيه، اي مضرب يدوي بقى كده صغير، نبدأ نضرب الكريم شانتيه مع الاناناس. هيبقى معانا احلى ميلك شيك بطعم الاناناس، تحفة. او ممكن لو تقلتيه كمان يتحول معاكي الايس كريم، هنحطه في الفريزر بقى يسقع ويتجمد شوية، وكده يبقى معانا احلى ميلك شيك او ايس كريم حسب قوامه معانا. تحفة وصحي وسهل وسريع وشكله شيك جدا في التقديم. وبس كده خلاص، وباي باي.